ليه بنقع في الشخص التوكسيك؟ تقريبا كده بيك او لاف لو كانوا شافوا الحلقه دي كان زمانهم مكملين الجزء الرابع معانا في مسلسل يو، لان النهارده هقولك ازاي تتعاملي مع الشخص التوكسيك. جو ما كانش بيدخل اي علاقه غير لو كان محضر ماجستير عنها، الاب الروحي للستوكينج، ودي اول حاجه في صفات الشخصيه التوكسيك هنعرفها مع بعض. باقي الصفات موجوده في الجزء الاول، روحي شوفيه وتعالي كملي معايا باقي الفيديو. في الغالب الشخص التوكسيك ده حد عنده كاريزما وجذاب وشيك في نفسه كده، كمان شاطر في الكلام الحلو المعسول، وعلى الرغم من اننا بنشك في النص ان في حاجه مش مظبوطه بس برضه بنصمم نكمل في العلاقه ونفضل نختلق الاعذار علشان طبعا خايفين من احساس الفقد اللي بنحسه اول ما العلاقه تنتهي. والشخص التوكسيك اول ما يعرف انك هتسيبيه او حتى يحس بكده يبتدي يتعدل معاكي على طول، يديكي وعود بالتغيير وقال ايه هتغير علشان تقوم انت جايه تديله فرصه تانية وتقولي خلاص انا هغيره واي كان فيكس هيم. معرفش ليه اصرارك اللي موديكي في داهيه انك لازم تنجحي العلاقه وانها مجرد حاجات بسيطه وهتعرفي تصلحيها فيه. ما كل العلامات بتقولك انك هتفشلي انك تعدليه وانت مصره انك لا يمكن تفشلي. بتخلصي طاقتك عليه ليه على الفاضي؟ ما كده كده هتفشلي لان العيب فيه مش فيكي. تتعاملي ازاي مع الشخص التوكسيك اللي في الغالب مش هيسيبك تنسحبي بحياته كده بسهوله، سواء في بدايه معرفته بيكي او حتى بعد ما يتعلق بيكي؟ لازم تصدقي نفسك، واول ما تحسي ان في حاجه غلط وانك مش مرتاحه ما تقعديش تخترعي مبررات وان بيتهيألك وانه مجرد كلام فاضي، لان اي احساس بتحسيه بنسبه كبيره بيكون صح وبيطلع في الاخر في حاجه مش مظبوطه فعلا. ما تسكتيش وتعديله وارفضي اي وضع معاه انت مش قابلاه، سواء كانت معامله او طريقه كلام او اي تصرف بيعمله ناحيتك، وتعلمي تقولي له لا. حطي حدود وما تديلوش اكتر من اللي يستحق. بلاش تدخليه في حياتك كلها وفي قراراتك. ما تحكيش كل حاجه ليه وتبقي بالنسبه له كتاب مفتوح. بلاش تعرفيه مشاكلك ونقط ضعفك. ما تنساقيش ورا كلامه وكل قراراته اللي بياخدها بالنيابه عنك. يعني اوعي تبعدي عن صحابك علشانه او تستغني عن اي حاجه في حياتك حتى لو كانت بسيطه برضو علشان. وكل ده في حاله ان احنا مضطرين اننا نكمل معاه او نتعامل مع الشخص التوكسيك. لكن اللي المفروض يحصل اول ما تحسي او تعرفي انه توكسيك انك تفرملي مشاعرك على طول وتحاولي تبعدي وتنسحبي على قد ما تقدري. ما هي المشاعر مش بعزقه على التوكسيك واللي ما توكسيكش. وبعدين خافي انك تتعدي منه وتتحولي انك تبقي توكسيك زيه. حبيبه جو في المسلسل وصلت ان هي تقتل برضه، واحنا عمرنا ما قلنا ان في بنات توكسيك. سمعتنا كده هتبوظ وسط الرجاله. وهفكرك تاني، مش عيب او غلط انك تروحي لدكتور نفسي بعد علاقه مش سليمه انت مريتي بيها، بالعكس ده هيساعدك تكوني احسن. مستنيه منكم حكايتكم عن الرجاله التوكسيك اللي عرفتوها. ابعتوا لي مسج او اكتبوا لي في الكومنت.